السلام عليكم. يلا أطيب مقلوبة لحم بطريقة كتير لذيذة وبتشهي تاكلي منها وما تشبعي من لذاذتها وحلاوتها. يلا نبلش. بالبداية بجيب قدر الضغط وبحط تقريبا كيلو ونص من اللحم الهبر أو بعظمه حسب المتوفر عندك، وبعطيهم صدمة بسيطة وبقلبهم، بعدين بنزل عليهم المية المغلية السخنة. تمام. بعد ما خليها تعطيها غلوة راح أقش الزفر اللي أو الريم هذا اللي بيطلع تماما لحتى المرقة عندي تصفى. وبعدين راح أنزل بالمطيبات الهيل والورق الغار والبصلة، وكمان البهار بفلفل أسود وكزبرة وبهارات مشكلة، وكمان رشة من خلطة القزيم إذا توفرت، إذا ما توفرت خلاص مو ضروري. راح أضغطها لمدة ساعة. ما شاء الله تبارك الرحمن اللحمة طلعت عندي دايبة وبتجنن. في هاي الأثناء راح أضيف عليها ملعقة كبيرة من الملح وأتركها 10 دقايق لحتى اللحمة تاخد بالملح. راح أجيب طاسة وأنزل عليها شوية زيت وثلاث حبات من البصل المقطع شرايح، مع راسين من التوم بقشره. راح أقلبهم وأرش عليهم ملح وفلفل أسود وبس رشة، وأقلبهم لمجرد ما عندي البصل يستوي عندي تماما. تقريبا استواء راح يكون تلتين عشان يكمل استواءه بالرز. تمام. وأقفل عليه. راح نجهز الرز. راح يكون عندنا كاستين من الرز، نص بسمتي ونص مصري. تمام. انا بخلط الرز بهاي الوصفة، فيكم تستخدموا المصري فيكم تستخدموا الكبسة. راح اضيف عليها ملعقة واحدة من بهار الرز واقلب البصل والثوم زي ما شفتوا. راح اجيب القدر اضيف عليه ملعقة من السمن وارش رشة رز تحت في القاع، واضيف البندورة وبعدين البطاطا المقلية وشرايح البتنجان المقلية. جماعة قليت البتنجان والبطاطا بالقلاية الهوائية، للأمانة طلعت المقلوبة خفيفة جدا 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 وكمان لذيذة وطيبة، تاكلي منها ما بتحسي بتقل أبدا. المهم صفيت زي ما انتو شفتوا، حطيت فلفل وكمان حطيت بواقي الرز، وحطيت صحن علشان الرز ما يفور معايا فوق، ونزلت مقدار الرز اللي هو مقدار الشوربة بهذا الشكل. ما ضفت عليه ولا اي اشي لانه كان ملحه مظبوط 100%. بعد هيك غطيتها وقزدرتها على نار شمعة زي ما انتو شايفين لمدة 40 دقيقة. وبعد هيك خليتها 10 دقايق تهدى من الحرارة وقلبتها. وذوقوا أطيب مقلوبة لحم، وادعولي بالعافية عليكم يا رب.